مساء الخير على احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم الجمعه، حبيت اعمل معاكم روتين كده بسيط. اليوم العادي، اليوم الطبيعي بتاعنا طبعا. كل يوم بنروق الشقه، بنغسل، بنطبخ، بنعمل كل حاجه. ربنا يدينا الصحة ويديكم الصحة، وتعالوا نشوف مع بعض اجمل عيلة واحلى اخوات هنعمل مع بعض ايه. احب بس قبل ما ابدا الروتين بتاعي، احب ان انتي تدعميني باللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس علشان اللايكات. مفيش لايكات خالص، اللايكات ضعيفة، يعني ضعيفة في الصفر. مفيش لايكات خالص، يعني بتشاهدوا وكل حاجة، بس ما بتعملوش اللايكات. مش عارفة ليه اللايكات مش بتعملوها. يعني مش هتخسري حاجة ولا هتخسر حاجة لما هتنزل تدوس على اللايك. انتي بتتفرج كده، اول ما تتفرجي على الفيديو او في نص الفيديو يا ريت ما تنسينيش باللايك. اللايك ده دعمك ليا. زي ما انتوا بتشوفوا انا بتعب في تصوير الفيديوهات ديت، بتاخد مني وقت ومجهود، فما تبخليش عليا باللايك وكومنت حلو منك. اول حاجة بدأت ان انا انفض البلكونة زي ما احنا شايفين كده، السور والشيش. طبعا اي ست بتبقى تعبانة من شغلها، من شغل اللي هو خارج البيت وشغل في البيت، والله يعين كل واحدة ويقويها على اللي هي فيه. طبعا انا بمر بحاجات كتيرة وظروف في البيت، بس ما بأثرش من ناحية بيتي ولا من ناحية شغلي، ولا اول حاجة واهم حاجة ديت من ناحية اولادي. فربنا يدينا الصحة ونفضل طول عمرنا، يعني نفضل طول عمرنا نخدم، وطول عمرنا شايفين طلبات اولادنا وبيتنا كده. بعد ما نفضت الشيش والازاز والسور، جبت المقشه طبعا، كنست البلكونه. وبعد كده دخلت. طبعا انا بغسل على العاديه. لو حد دخل قال لي ليه بتغسلي على العاديه والشتا داخل عليكي وي والكلام ده كله، انا الغساله عندي الاوتوماتيك بايظه. وربنا يسامحه، يعني جوزي اللي هو مفروض يبقى جوزي مش عاوز يصلحها، داخل في مواضيع عند في كل حاجة، فكل حاجة يعتبر في البيت بايظة. فانا اللي بقدر عليه بعمله. انا اللي بشتغل وانا اللي بصرف على اولادي وانا اللي باكل اولادي. هو ملهوش اي مسؤولية، كأن موجود كأنه مش موجود. وان شاء الله لو قدرت ان انا هطلع علي هحكي لكم المشاكل اللي انا فيها ومين اللي سبب المشاكل. يعني حماتي الله يسامحها هي السبب، رغم ان ده ابنها الوحيد. طبعا لو كل حما تتقي الله في مرات ابنها، مش هيحصل اللي احنا فيه ده. فلو كل حما هتعامل مرات ابنها كأنها بنتها بالظبط، واللي ما ترضيهوش على بنتها مش هترضيه على مرات ابنها. فكل حما لو تعمل كده مش هيبقى فيه مشاكل في بيوت العيلة خالص. رغم ان انا مختصرة، رغم ان انا مش خالطة معاهم، رغم ان انا حاجات كتيرة قوي. ومعايا اختي جوزي برضو الله يسامحها بتبقى سبب برضو في الخراب. يعني انا عندي حماية، اختي جوزي، حماتي، التلاتة ما شاء الله عليهم جمال قوي. يعني مش عاوزة اقول لكم يعني اللي هما بيعملوه. بس والله ربنا يهديهم ويغيرهم. وجوزي انا ضعيف الشخصية. كل حاجة ورا ماما وبابا، يعني ورا ماما وبابا ما يقدرش يعمل حاجة غير بخطويهم هما. فالعيشة دي انا بقالي 14 سنة فيها، فتعبت. حاولت طبعا اختصر، يعني كفاياني كده، عاوزة اعيش اربي عيالي بس مش عاوزة حاجة اكتر من كده. فهو دخل في حكاية عند مش عاوز يصرف، مش عاوز يطلع نفسه غلطان، ولا هو ولا اهله. فلا كده كتير بقى. حاولت بقى ابعد، رغم ان انا قاعدة في شقتي معاه، بس كل واحد في ناحية.
وان شاء الله هطلع احكي لكم التفاصيل وانا مشيت في قواضي وفي حاجات كده، وان شاء الله هطلع احكي لكم التفاصيل يعني في فيديو كده، هطلع بث مباشر كده وهحكي كل حاجة. طبعا حقكم يعني تعرفوا كل حاجة عني. رغم ان انا للاسف ما كنتش حابة اطلع احكي مشاكلي وخصوصياتي على السوشيال ميديا، بس الواحد جاب اخره يعني. انا فضلت ساكتة ساكتة ساكتة، بس هما مش نافع معاهم ان الواحدة تبقى ساكتة، بس كده كفاية. ضغطت على نفسي كتير، بس فاستحملت كتير قوي، وقلت لا كده ستوب، كفاية قوي كده، مش هستحمل تاني، مش هضغط على نفسي تاني. هعيش بقى لعيالي وهربي عيالي وهنزل اشتغل واشقى علشان خاطر عيالي واجيب لهم اللي هم نفسهم فيه. فموضوع الغسالة دوت هو دخل عندي فيه، فانا مش اشكال، هفضل اغسل على الغسالة العادية لحد ما ربنا يكرمني واجيب حد يسرح الغسالة او اجيب لي حتة غسالة يبقى كويسة. بس كده زي ما احنا شفنا، غسلت الغسيل وخلصت كده ونشرت، ومارينا ربنا يخليها لي يا رب قالت لي يا ماما كفايه كده علشان انت ايه تعبتي، عشان روقت كمان الشقه وعملت حاجات ما صورتهاش، فقالت لي كفايه كده انا هصبن الحمام. قلت لها خلاص تمام ماشي. صبنت لها ايه الحمام كده زي ما انتم شايفين، حتى الحوض يعني مش رحم الحوض، يعني الحوض الوشي زي ما انتم شايفين كده هيتملي ميه مسدود، مش قادر يجيب حد يسلك الحوض الوش. فما علينا، هو هيفضل ماشي في عنده، فخلي عنده بقى ايه ينفعه. بس كده فمارينا بقى مسكت بقى كل حاجة في الحمام كده صبنتها، والبتاع ده ملوش 30 لازمة، موجود في الحمام وخلاص. وصبنت كده البانيو. اتمنى يا رب ما تنسونيش بالله عليكم علشان خاطر ربنا، لو بتحبوا ربنا حقيقي ما تنسونيش اللايك ودعوة حلوة منكم. وشوفوا عاوزين اطلع امتى بث مباشر، وان شاء الله هطلع لكم بث مباشر، وقبل ما هطلع هكتب لكم على المنتدى. كده مارينا هتخلص الحمام وهتصبنه وهتخليه فله كده شمعة منورة، وبعد ما تخلص الحمام هبدأ انا بقى اخش علشان ايه اعمل لهم الغدا بتاعهم. كان عندي هعمل الغدا بقى ايه، هعمل شاورمة لحمة. كان عندي بفتيك جايباه في الفريزر، كنت حابة ان انا هعمل عليه ورق عنب وكده، فقلت تعالى بقى، طلعته وقطعته حتت صغيرة شرايح رفيعة كده. هعمله شاورما بتتبيله حلوه خالص، وعاوزه اقول لكم طعم الشاورما طالعه روعه والله العظيم. ولا هتحطي كاتشب، ولا هتحطي ولا هتحطي توابل كتيره ولا اي حاجه خالص. فالتتبيله دي سهله وبسيطه، وهتطلع معاكي الشاورما زيها زي بتاعه بره، زي بتاعه المحلات بالظبط. بص قطعتها شرايح رفيعه كده، هشطفها شطفه سريعه، وهبدا ان انا احط التوابل بتاعتي. معايا ربع كوبايه من الخل، معايا يعني ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وملح حسب الرغبه، والتوابل بتاعتي بابريكا وبصل بودر، توم بودر، بهارات الفراخ السبعة، وذرة من جوز الطيب، وتقلبي كل ده مع بعض، وتسيبي التتبيلة دي شوية كده في التلاجة. وبعد كده معلقة سمنة وشوية زيت، والسمنة والزيت يسخنوا، وتنزلي باللحمة بتاعتك، تبدأ تشوح كده، تاخد صدمة وتبدأ ان هي تشوح. لازم تبقى السمنة بتاعتك سخنة علشان ما تنزلش ميتها. فهبدأ كده هنزل باللحمة، وهبدأ اقلب فيها لحد لما تشرب اي سوائل نزلت منها. وبعد كده معايا بصل جريان كده متقطع اجنحة، بصلتين كده هبدأ يتبلوا. وبعد كده هنزل بالطماطم، وادي شكل الشاورما بجد كانت تحفة. وعملت شوية طحينة، وكان عندي بيبسي طلعته، وحمرت شوية بطاطس. وبتمنى يا رب الفيديو يعجبكم،
وفي الاخر بقى بنزل بشوية بقدونس كده زي ما احنا شايفين، وبطفي النار على طول. اول ما انزل بالبقدونس بطفي النار. بجد كانت تحفة، بقول